اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال. وحشتوني جدا 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 فوق ما تتخيلوا. وطبعا اللي بيتابعني من داخل مصر ومن خارج مصر مشرفيني ومنوريني وعلى دماغي واخواتي وعيلتي التانية. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي طول العمر يا رب، اللهم امين. طبعا النهارده انت رايحه فين يا امنيه كده واخده الاولاد معاكي وابو مكه؟ بصراحه يا جماعه ابو مكه كان اول يوم يقعد يوم الجمعه. فطبعا ماما رنت عليا، يعني احنا ما كناش نعرف اصلا. ماما رنت عليا وقالت لي هاتي السيد وهاتي الاولاد وتعالي قضي معانا اليوم. فكنا والله مترددين، فما كناش يعني متأكدين ان احنا هنروح. ففين وفين لما رحنا، يعني لما خدنا القرار ورحنا. وقلت حبيت ان انا اصور لكم يومي. هو يوم كان خفيف ولذيذ وكان في منتهى الجمال. وكنت اصلا طالعه لكم لايف، يعني جت اخر النهار كده ماما كانت مشت وقلت هطلع لكم لايف. بس حبيت يعني اشارككم اجواء جديده بدل ما كل شويه طبيخ وروتين، ما فيش حاجه جديده. فحبيت ان انا اشارككم يوم جديد وحاجه تكون جديده عن عن الطبيعي يعني. هنا بقى كنا احنا ركبنا التوك توك وماشيين، مش عارفه احنا كنا بنتكلم في ايه والله، بس ركبنا التوك توك ومشينا. هو بيني وبين ماما مواصله برضو، يعني بيني وبين ماما مواصله حلوه برضو. فركبنا توك توك بقى عشان الجو كان نار زي ما انتوا شايفين كده، الجو كان حر بطريقه فظيعه. فخدنا توك توك بقى. احنا ممكن نمشي كل ده على فكره، بس احنا علشان برضو الاولاد معانا وكده وما يتبهدلوش واحنا ماشيين. وهنا حبيت يعني القط لكم حاجه كده واحنا متجمعين كده. يا رب يخليهم ليا ويبارك لي فيهم ويحفظهم من كل شر يا رب، ويبعد عنهم العيون الوحشه يا رب، اللهم امين. والله يا جماعه انتوا اخواتي وحبايبي، وحبيت ان انا اشارككم يومي كده الطبيعي عند ماما. هو والله كان يوم لذيذ جدا 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 وكان جميل جدا. بس اهم حاجه اللي يدخل الفيديو منساش يصلي على النبي. صلى على الحبيب قلبك يطيب، من صلى على الحبيب ظنه لا يخيب ابدا. فاتمنى منكم ان انتوا تحطوا اللايك، تصلوا على النبي، تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اتمنى ان انتوا تقدروني يا اخواتي، انا مش طالبه منكم ان انتوا تقدروني، بس علشان انا بشارككم اجواء حلوه جدا وبتبقى صعبه يعني فين وفين لما بعرف اصور بصراحه. هنا بقى كنت انا قاعده اضايق في ابو مكه عشان انا حاطه فلتر، وهو متضايق من الفلاتر والكلام ده، ما بيحبش هو الكلام ده. فانا بقى كنت قاعده اقول له انا قصيره وانت طويل. كنا بنهزر يعني، هو اصلا كان خارج غصب عنه. هنا بقى كنا احنا بنشوف ان جدتي اللي هي ام بابايا بنسلم عليها، يعني قبل ما نروح لماما بنسلم عليها، بس ما لقناش موجوده لانها بتصلي الجمعه في الجامع. هنا انا كنت قاعده بضايق في مكة. هنا بقى بيت ماما المتواضع. طبعا انا كنت عامله لكم فيه فلوج قبل كده، هو البيت على قده جدا يا جماعه، يعني محدش ينتقد. الحمد لله على كل حال. المهم ان هي حته ملكهم بتاعتهم احسن من اللي ساكنين بالايجار بكتير يعني. الحمد لله كل اللي بيجيبوا ربنا خير لنا، ماهوش وحش. هنا طبعا رحنا لقينا ست الكل طبعا كانت ولعت على الاكل. احنا ناس فاشلين، انا رحت متاخر، بس انا والله ما اعرفش ان هي هتولع على الاكل بدري كده. عملت لوبيا وولعت على الرز، وكانت عامله لنا بطه بطه دمياطي بقى تستاهل بقكم، كانت في منتهى الجمال وكانت تحفه. وكانت عامله لنا بقى المرطه الدمياطي بقى المرطه الدمياطي اللي على حق اللي احنا اصلا بنحبها جدا. وكانت عامله صينيه بطاطس كده باجنحه واجنحه فراخ، كانت منشفاها كده وكانت مخليها، كان طعمها تحفه، كانت في منتهى الجمال. لان في ناس بتاكل اللوبيا وفي ناس بتاكل البطاطس، يعني في فريق كده وفريق كده، مش كله زي بعضه بياكل نفس الحاجه. بس هو والله كان يوم جميل، وتسلم ايديها ست الكل بجد، والله كانت مكلفة على نفسها، وربنا يا رب يخليها لينا هي وبابا وما يحرمناش منهم ابدا يا رب، ويبارك لنا فيهم ويدوم طول العمر والصحة والعافية يا رب، اللهم امين. شوفوا بقى المرطة الدمياطي، شوفوا تحفة 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 تحفة.
فيها بقى الرقبة وفيها القنص والكبدة والكلام ده. اكيد طبعا في ناس كتير بيعملوا المرتة، بس في ناس بتحط فيها الزبيب والحاجات دي. احنا مبنحبش فيها الكلام ده، هو البصل بس والبهارات والملح وال... والكبده والقنصه والرقبه والحاجات دي كلها. فماما حست يعني ان هو كان عايز شويه، لان السيد بيحبه يعني يكون طري قوي، يعني الفص يكون طري قوي. في ناس بتحبه كده وفي ناس بتحبه كده، فهي بقى عملت عليه شويه. وهنا الرز كان بتلدن، وهنا اللوبيا كانت هي اللي بتورينا. وهنا طبعا ابو مكة طلب مني كوبايه قهوه، فانا اتلبخت قدام الحوض، فالقهوه فارت وشها فار، وغضب عليها ومرضاش يشربها، وقال لي ماليش شاربها اشربها انت. هو بيحبها زياده وانا بحبها مش زياده. والله غضب عليها وربنا. هنا بقى لقيت ماما بقى مروقه علينا هي وبابا، وجايبه لنا ايس كريم، فكانت جايبه للاولاد يعني. فانا قلت اما امسي على الاولاد. الاوريو ده طعمه حلو قوي، الايس كريم الاوريو ده طعمه خطير ومشبع على فكره يا جماعه، مشبع قوي يعني. انت بتاكلي واحده يعني. هنا كنت انا باكل كيان، ومكة كانت هي اللي بتاكل. هنا ساعه ما بيروحوا عندي تاتتهم تتلاقوهم ماسكين التليفونات، اصل هم عندي يعني انا حرمهم من التليفونات. فين وفين لما كيان تمسك تليفوني. هنا طبعا كنت انا واخده الفلاشه، وكنا قاعدين بنتفرج على الفرح. فحبيت اصور لكم لقطه من الفرح واحنا بنتفرج على الفرح. ده فرحنا يا جماعه من 10 سنين يعني عمر. هنا طبعا ست الكل راحت فين، كانت معزومه في فرح وسابتني ومشت. وطبعا الاولاد كانوا قلبين البيت وقلبين الدنيا، فانا قمت لابسه الخمار كده اهو، وقلت والله اللي انا قايمه مروقه لها الشقه واكنسها لها واسيقها واخليها زي الفل. هنا طبعا مسكت بقى السراير، هي كانت منظفه الشقه على فكره، هي مكانتش سايبه فيها حاجه، فانا قلت اعدلها لها بس كده. وقمت كنسه وقمت مسيقه لها بشويه قرور. انا جايبه لكم والله يعني شويه الحاجات اللي انا عملتهم في الفيديو. بس اهم حاجه اللي لسه معايا لحد هنا ما ينساش يحط اللايك ويشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هنا مكة كانت قاعده تصور نفسها في المرايه. كانت حابه الصوره يعني. هنا طبعا كنت انا بعدل لها السرير، بس ما شلتش المخدات ولا اي حاجه، انا ظبطت السرير بس كده، لان هي كانت عاملاه يعني، هي كانت عاملاه الصبح وانا عدلته بس كده بالليل. بس المروحه هي اللي كانت قاعده تطير اصلا في البتاع. ما تنسوش بقى يا اخواتي تدعوا لماما دعوة حلوة، وتدعوا لي دعوة حلوة في الكومنتات، ويا رب يكون الفيديوهات بتاعتي بتعجبكم او بتفيدكم باي حاجة، وتكونوا مبسوطين معايا في فيديوهاتي وفي قناتي. واتمنى من اخواتي ان انتوا تتفاعلوا معايا. انا يعني انا ماليش غيركم، وانتوا عيلتي التانية. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي يا رب، ويخليكوا ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. هنا طبعا كنت انا بلم طبعا الفرش كلها، شلت فرشة الشقة كلها وهكنس الشقة كلها برضو، وهمسكها برضو بالشرشوبة كده بقى ونسيقها بشوية قرور، لان بصراحة الاولاد كانوا مبهدلين لها الشقة زي ما انتوا شايفين كده. فانا قلت انا هفضل قاعده كده؟ لا طبعا انا هقوم اروق لها الشقه. وبعد ما خلصت والله الشقه خالص، الروتين اللي انتوا شايفينه ده لما انا طلعت معاكم اللايف، انا خلصت الروتين وخلصت كل ده وقمت طالعه معاكم اللايف يعني. ده بعد ما انا خلصت خالص قمت انا فاتحه اللايف. مكة بنتي كل شويه قاعده تجيب نفسها في المرايه. هي اللي مصورانا اصلا، هي اللي عامله الفيديو ده كله على فكره. وهتلاقوها مصوره الفرح تاني، وقاعده اقول لها يا بنت ما تصوريش، هي تصور تقول لي ده جميل انا هصوره. هنا طبعا كنت بكنس، وهنا طبعا هي جابت البتاع اللي هنسيق به، الجردل بتاع الشرشوبه. هنا طبعا زي ما انتوا شايفين والله هي اللي كانت قاعده بتصور الفرح بقى، وقاعده تجيب لقطات من الفرح، وانا اقول لها خلاص يا يا مكة خلاص، تقول لي لا يا ماما سيبيني اصور. هنا كنت انا والله جايبه الفلاشه وقعدوا يتفرجوا على الفرح. الفرح فيه ذكريات كتير جميله، وكان في ناس توفت على فكره يعني، في كذا حد توفى كان موجود معانا في الفرح بجد.
الله يرحمهم يا رب برحمته الواسعة يا رب، اللهم امين، ويغفر لهم يا رب. هنا طبعا مكا كانت بتملالي الجردة الشرشوبة، وهنا حطيت كرور لان ماما ما عندهاش حاجه الا الكرور بصراحه. فانا قمت جايه جايبه الكرور حطيته، ومسكت الشقه بقى سيقتها كلها، ما سبتش اي حاجه، حتى البلكونه كنت سيقتها برضو. يعني انا عملت لها الشقه كلها. بس الدهان اللي انتوا شايفينه قدام باب الشقه ده كان علشان الغاز، كانوا بيدهنوا المواسير والبلاط علم. هنا طبعا كنت انا بطوق الشقه زي ما انتوا شايفين اهو. هي شقة ماما متواضعة، بس والله يا جماعة يعني الواحد برضو له ذكريات فيها كتير من طفولتي، فبحبها على فكرة. بحب الشقة دي جدا وبرتاح فيها جدا، ولما بروح هناك ببقى عايزة انام 24 ساعة. تحس ان انت اصلا ما كنتش بتنامي. على فكرة مش انا الواحدة ابقى كده، اكيد الناس المتزوجين اللي زي حالاتي يروحوا عند بيت باباهم تلاقوهم كده والله. لو في حد كده اكتبولي في الكومنتات. انا سيقت الشقه كلها، بس مش عارفه مكة جابتها كلها في الفيديو ولا لا، بس انا عملتها كلها. معلش يا جماعه، حاجه مكة بنت والله يعني ممكن تكون شغله في التصوير شويه، بس اهي حاجه برضو بتعرف تمسك التليفون تصورني كده. هنا هي اللي كانت قاعده تصور وتقول لكم تيتا جايبه بتاع مش عارف وعامله اعمل فيها بس. الله تيتا شافتك يا مكة. هنا بقى هنا كنت بطوق الشقة زي ما انتوا شايفين، وماما كانت يعني مش فرشة كتير. ماما كانت عاملة بتاع مفرش كده اللي هي الأرضية الخفيفة دي، بتقوم حطاها كده في الأوض كده حاجات خفيفة كده، بتقوم عاملاهم كده وسايباهم بصراحة. لان الدنيا حر اليومين دول، الواحد مش طايق اصلا يفرش حاجة في الشقة والله. يعني انا عندي في شقتي وربنا ما انا طايقة افرش فيها اي حاجة، الدنيا فيها نار ومش طايقة افرش فيها حاجة. هنا بقول لكم شوفوا فرحي والله هنا بقول لكم فرحي. وبعتذر برضو عن شكل ان انا طالعه بالخمار كده يا جماعه، بس انا والله قلت اعمل روتين بسيط كده. وكان يعني مفيش حد في البيت، ما كانش فيا الا انا والبنات ومكة كانت نايمه ساعتها، ومكة هي اللي كانت بتصورني. هنا بقى دي المفرش اللي انا بقول لكم عليها. ماما بتجيبها كده تحطها خفيفه برضو حلوه. هنا يا اخواتي كنت انا خلصت يعتبر خلصت. هنا افرش الاوضه الوسطانيه والاوضه التانية والصاله. هنا بقول لكم حطوا اللايك وعلوا المايك هنا بقى كل شويه تقعد تصور نفسها قدام المرايه زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى طبعا ده مفرش برضو كبير، بس انا اتنيته كده. هنا يا اخواتي ده مفرش، بس احنا بنتنيه كده وبنقوم فرشينه بالطول في الاوضه كده زي ما انتوا شايفين هنا مكة كانت قاعدة تصورنا، وانا كل شوية اقول لكم حطوا اللايك وهنا دي الطرقة بتاع الحمام والمطبخ، ماما بتفرش فيها دي برضو، وانا كنت سيقتها بتفرش فيها دي برضو كده زي ما انتوا شايفين. فنسيت ان انا ما عملتش البلكونة، فخدت الجردل وبتاع الشرشوبة ورحت اعمل البلكونة زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى كده كان الشكل النهائي. كنت انا خلاص خلصت. وهنا ما عادش في اي حاجه في الشقه زي الفل، مفيش فيها حاجه، بس الملايه بتطير من المروحه كانت شغاله. شوفوا كل شويه اعدل فيها وهي بتلم برضو المروحه شغاله. هنا طبعا نزلت الستاير، وفي ستاير تانية هنا هنزلها. وهنا كنت خلاص خلصت يومي وخلصت روتيني. وطبعا ابو مكة اجا من بره، لبست هدومي وخدنا بعضنا ومشينا بقى، روحنا عيش الزوجية متنسوش بقى يا اخواتي تحطوا لايك، تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتصلوا على النبي، صلوا على الحبيب، قلبكم يطيب يا اخواتي. وقولوا لي ايه رايكم في الفيديو. لو عجبكم حطوا اللايك واكتبوا لي كومنت حلو يفرح قلبي. ربنا يفرح قلبكم ويكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري يا رب، اللهم امين. وهنا طبعا كنت انا خلاص. هنا برضو دي كانت خلصت، بس هنا كانت نايمه.
وهنا ايه الاوضه دي ما كانش فيها اي حاجه، بس انا قلت ايه يعني ادوكوا ايه روتين سريع كده وتشوفوا شقه ماما المتواضعه. يعني هي متواضعه جدا بس انا بحبها بصراحه، يعني انا بعشق الشقه دي لان دي فيها طفولتي وكان فيها كل حياتي. ما تنسوش تحطوا اللايك يا اخواتي. باي.